جماعه الناس اللي بتتفرج على كوره ومتابعه الكوره ومهتمه بيها، كل الاخبار وكل الصفحات الرياضيه بتتكلم على ان المنتخب عمل امبارح جيم تاريخي امام اسبانيا. انا ما اعرفش انتوا الناس اللي كانت بتتفرج على الماتش اتفرج على ماتش تاني غير اللي انا شفته ولا ايه، ولا انا كنت بتفرج على ماتش جيم 2006 8 10. جماعه جيم ايه الايقوني وجيم ايه التاريخي، جيم ايه اللي احنا من خلاله هنعرف ان احنا نتعامل مع الكبار في كاس العالم. جيم امبارح كان جيم سيء جدا. انا هقول لك وجهه نظري، ولو انت عندك وجهه نظر تانية قول لي يا عم، اكتب لي كده وعرفني. انت دلوقتي متفق معاك 100% انك هتنزل تعمل جيم دفاعي قدام اسبانيا. اكيد انا ما بطلبش منك انك تفتح الملعب وانك انت تهاجم، انك انت هتستقبل اهداف كتير، بس انا متفهم. هو انا بعمل جيم دفاعي المفترض ان انا احدد لعبه او احدد حاجه بنعملها عشان خاطر لما تكون الكره معانا نقدر ان احنا نستغلها. السؤال بقى هنا، عملت جيم دفاع كويس جدا، فين الهجمه المرتده؟ فين الكره اللي انت هتلعب عليها كمنتخب مصر؟ فين الكره اللي هتتكرر مره واثنين وثلاثه؟ مفيش اي كوره، مفيش اي لمحه فنيه. احنا وحشين. احنا دلوقتي في كاس العالم هتعمل جيم دفاعي وهتدافع، وانت بقى وبركه ربنا زي ما حصل في افريقيا في المغرب، انت كنت بتدافع وكره بتروح بتيجي جون، الحمد لله والشكر ليك يا رب. طب وبعدين يا جماعه؟ وبعدين النمط ده لازم يتغير. انا هنا بلوم على كابتن حسام حسن. يا كابتن حسام حسن، امكانيات لعيبتك قليله وامكانيات لعيبتك مش كبيره، ده شيء متفقين فيه، انما انت ككوتش المطلوب منك انك تلعب وفق امكانياتك وانك يبقى عندك لعبه بتعملها، يعني عندك حاجه تعملها، تمشي ما تمشيش بس في حاجه. ايه بقى الحاجه اللي انت حضرتك قدمتها؟ مفيش. انت راصص لعيبه ورا ومعتمد على كفاءه اللعيبه وكفاءه حارس المرمى، انما هل في لعبه بتتعمل؟ خالص. عارفين ان امكانيات اللعيبه قليله، بس ده مش معناه انك ما تقدمش كوره، ده معناه ان انت حضرتك لازم تفكر في حلول. هل في حل اتقدم امبارح؟ لا. هل في حضرتك لعبه ما اتفق عليها كابتن حسام مع اللعيبه يقدموها في حاله ان احنا لما نمسك الكوره عشان نوصل باقل عدد من التمريرات لمرمى المنافس اتعملت؟ لا، مفيش. فعشان كده انا مش فاهم انتوا الناس فرحانه على ايه؟ فرحانه ان انت ما خسرتش من اسبانيا؟ طب الحظ كان واقف معاك النهارده، انما لو الماتش اتكرر مره واثنين وثلاثه هتخسر لانك انت ما بتلعبش كوره. ده اللي انا اقصده. ربنا يوفق منتخبنا ويا رب نقدم كوره، ويا رب ان احنا تغيير المباريات الوديه فان يبقى لنا شكل. يا عم قدم كوره واخسر 5، بس قدم كوره، العب وروح، ما تلعبش وروح، اعمل جيم دفاعي بس يبقى عندك لمحه فنيه بتعملها نقدر من خلالها نجيب جول. ده المقصود. ربنا مع المنتخب ان شاء الله.